ازيك يا غريمي؟ وحشني. عملت ايه؟ قولي. عملت بطولة مشرفة، عملت عمرة، خدنا تيشيرت الدون وتصورنا معاه، وكلت كبسة وجيت. يا ابني فوق بقى من الغيبوبة دي بقى. بطولة مشرفة ايه؟ ده مكانك مش هنا، ده مكانك في حتة اعلى من كده بكتير. خليك خليك كده راكب دماغك لحد ما تقضي على نفسك وتقضي على مستقبلك. ما انا اصلي ما عنديش حكم بيحسب لي ضربة جزاء في الدقيقة 90 ويكسبني كل بطولة سفلقة. يا ابني افهم بقى. افهم ايه؟ ولا في عدل ولا في نيلة؟ صباح الفل. انت كرة القدم دي اصلا معمولة ليه يا غريمي؟ مش للمتعة؟ المفروض بس يكون في عدالة. طب ما هي العدالة يا صاحبي ان احنا نفرح الناس. يعني في الظروف اللي احنا فيها دي الحاجة الوحيدة اللي تهون على الناس ان الاهلي يكسب. ايوه بس مش كده، مش بالظلم التحكيمي. يا اخي الناس بتموت في حاجة حمرا كده ومدورة اسمها اهلي. نعمل لهم ايه؟ مش متخيلين اي بطولة من غير شعار النسر كده وعمال يحلق في السما. طب وانتوا يا اسطى عشان تكسبوا تقوموا مدمريننا احنا، تجيبوا دولة في النادي تحاربوه من كل اتجاه؟ هو ده العدل يا اسطى؟ لا دي نكرة ودي نكرة تانية خالص. افهمك. مش عايز افهم. لا اقولك. ما تقوليش. قلنا له يقسط غرامة الولا كهربا مرضاش وركب دماغه. خدنا منك الولا كهربا، حط جزمة في بقك بقى ومشي الدنيا. لا فاكر ان هو هيخش معانا راس براس. طب هنصفي لك الفرقة بتاعتك وهنخليك تشحت ومش هنخلي فيها حاجة اسمها زمالك اصلا. هو اللي لعب مع اسياده، نعمل له ايه؟ طب والجمهور ذنبه ايه؟ واللعيبة والمواهب الشابة اللي طالعة، كل ده يروح عشان شخص؟ عشان خناقة؟ لا يا اسطى بصراحة. يعني يرضيك اللي بيحصل ده؟ لا لو جيت للحق والله ما يرضيني، بس ملحوقة، حلها سهل وبسيط. حل ايه بقى؟ هو بقى في حل ولا في نيلة؟ في حل لذيذ قوي والله، هيحللك مشاكل العالم كله في ثانية واحدة. ايه هو القرار ده؟ انك تقلب اهلاوي، هتشوف الدنيا بعالم مختلف، هتشوف الدنيا بترفرف كده، هتحس بالوفرة وبالرخاء وبطنك هتتنفخ بطولات.